سنة 1986 فيلم مصري خلى الرقابة تمسح النهاية بإيديها، والفيلم اسمه البريء. والسؤال اللي لسه ما تجاوبش عليه لغاية النهاردة هو إنه لو ربوك على الطاعة من صغرك وعملت جريمة وإنت مش عارف أصلا إنها جريمة، إنت ساعتها هتبقى بريء فعلا؟ فيلم النهارده مش فيلم عادي، احنا هنتكلم عن واحد من اخطر الافلام في تاريخ السينما المصريه. فيلم اتعمل في الثمانينات ولكنه لسه عايش لحد النهارده وكانه بيتعرض لاول مره. فيلم البريء، الفيلم اللي اتمنعت نهايته، الفيلم اللي خافوا منه وهو مجرد شريط سينما. قبل ما ندخل على الفيلم لازم نقول ان البريء مش بس فيلم سياسي بالمعنى المباشر، هو فيلم سياسي طبعا ولكنه كمان فيلم انساني، فيلم نفسي، فيلم بيتكلم عن التعليم وعن الفقر وعن الريف وعن السلطة وعن المؤسسة لما تتحول من حماية الناس لقهرهم. هنا بقى العبقرية، لأن الفيلم ما جابش شخصية شريرة من الأول، ده جاب واحد غلبان، واحد اسمه أحمد سبع الليل، فلاح بسيط جدا، واحد لما بيسمع كلمة الوطن بيفهمها بالمعنى البسيط جدا. الوطن يعني بلدي، يعني قريتي، يعني أمي، يعني الأرض اللي بزرعها، ويعني الناس اللي بعرفهم. أحمد سبع الليل واللي بيقدمه أحمد زكي هو شاب ريفي فقير وبسيط جدا. هو مش غبي بالمعنى الساخر، هو إنسان محروم، محروم من التعليم ومحروم من المعرفة ومحروم من أي أداة من أدوات الفهم. ودي نقطة مهمة جدا. الفيلم مش بيقول إنه أحمد سبع الليل ده قليل الذكاء مثلا، الفيلم بيقول إن المجتمع سابه من غير وعي. وفي قريته بقى في حسين وهدان، الشاب الجامعي المثقف واللي بيقدمه ممدوح عبد العليم. حسين هنا مش مجرد صديق، لا، حسين هنا هو رمز الوعي، هو السؤال، هو العقل، هو الشخص اللي بيحاول يفهم أحمد معنى أكبر للوطن. ولكن بقى المأساة إن أحمد بيدخل التجنيد، وبدل ما الجيش يبقى مكان لحماية الوطن هو بيتحول لحراسة معتقل سياسي. أحمد سبع الليل من أعقد الشخصيات اللي أحمد زكي قدمها، لأن هي شخصية كان بسهولة شديدة تتلعب غلط، كان ممكن تطلع كاريكاتير، فلاح ساذج بيتكلم بطريقة مضحكة، أو شخص طيب زيادة عن اللزوم. ولكن أحمد زكي هنا عمل حاجة أعظم من كده بكتير، هو ما لعبش السذاجة، هو لعب الحرمان، والفرق كبير جدا. عينيه طول الوقت فيها براءة، ولكن براءة مش مريحة، براءة مخيفة، لأنك عارف إن الشخص البريء ده ممكن يعمل مصيبة لو حد وجهه غلط. افتتاحية الفيلم من بدري جدا بتقولك مفتاحه، لما أحمد بيحاول يفهم معنى التجنيد ومعنى أعداء الوطن، وهو بيسأل ببساطة: بس بلدنا ملهاش أعداء؟ الجملة دي عبقرية جدا. وحيد حامد هنا بقى ما كتبش فيلم خطابي، ودي نقطة مهمة جدا. الفيلم كان ممكن ببساطة يبقى كله شعارات، خطب بقى عن الحرية وجمل مباشرة ضد القمع، ولكن وحيد حامد كان أذكى من كده بكتير. هو بنى الفكرة على حكاية إنسان مش على بيان سياسي. أحمد سبع الليل مش رمزه بس، هو شخصية عايشة، ليه وليه قرية وله جوع، وكمان له احتياج إنه يكون مهم. عاطف الطيب بقى كان عنده قدرة غريبة إنه يخلي الفيلم السياسي شكله حقيقي، مش فيلم مصطنع، مش خطابة ولا منبر. أنت في البريء حاسس بالتراب وبالعرق وبالخنقة وبالعساكر وبالزنازين والوجوه المرهقة، وده جزء من مدرسة عاطف الطيب. هو مخرج للناس، مخرج للغلابة، مخرج للشارع، مش مهتم إن هو يعمل صورة جميلة وخلاص، لا، هو عايز الصورة دي تبقى صادقة. وفي البريء الصدق ده مؤلم للغاية. القرية من أول الفيلم مش رومانسية، مش فلاحة جميلة وكادرات سياحية، هي قرية فقيرة، ناس عايشة بالعافية. وأحمد سبع الليل خارج من المكان ده وهو عنده نقص كبير جدا في المعرفة. وبعدين بقى المعسكر كمان، ده مش مجرد ديكور، المعسكر في الفيلم كأنه مكنة، كل حاجة فيه معمولة علشان تفرم الإنسان، الأوامر، الصف والصوت العالي والإهانات والتدريبات. كل ده بيقول لك إن أحمد سبع الليل مش داخل مكان طبيعي، هو دخل مصنع، مصنع لتحويل الإنسان إلى أداة في إيد اللي بيحكمه. تصوير سعيد الشيمي بقى من أهم عناصر الفيلم ده، لأن الكاميرا في فيلم بريء ما بتدلعش الشخصيات، مفيش تجميل زائد ولا في إضاءة ناعمة تخليك مرتاح. في القرية الصورة واسعة شويتين، فيها هوا وفيها أرض وفيها ناس، لكن أول ما ندخل المعسكر كل حاجة بتضيق، الكادرات بتبقى قاسية جدا، الوجوه بتبقى محاصرة جدا، الجدران خانقة، الزلازين زي القبور.
الفيلم بصريا بيعمل رحلة من الاتساع إلى الاختناق، من الأرض المفتوحة إلى السجن. وده مش انتقال في المكان بس، ده انتقال في روح أحمد سبع الليل نفسه. في الأول هو كان إنسان مفتوح على الحياة حتى لو بسيط وفقير، ولكن بعد المعسكر روحه بتضيق. ونيجي بقى هنا للموسيقى عمار الشريعي في الفيلم. الموسيقى هنا مش مجرد خلفية، دي ضمير الفيلم. وعمار الشريعي هنا فاهم إن الفيلم مش محتاج موسيقى تقولك اتأثرت، لا، هو محتاج موسيقى حزينة من جوه، موسيقى كأنها طالعة من بطن الأرض. وكمان بقى مع كلمات عبد الرحمن الأبنودي. الأغاني اللي في الفيلم بتبقى أقرب لصوت الناس، صوت الريف، صوت الوجع، صوت الإنسان اللي مش قادر يعبر عن نفسه في الحوار، فتطلع الموسيقى وتقول اللي هو مش عارف يقوله. ودي بقى نقطة عظيمة جدا. أحمد سبع الليل نفسه مش عنده لغة سياسة، ولكن الموسيقى بتتكلم بالنيابة عنه، بتقول الإنسان ده موجوع حتى قبل ما يفهم هو نفسه إنه هو موجوع أو موجوع ليه. حسين وهدان في الفيلم مش شخصية مثقف تقليدية، هو مش مجرد واحد بيقرأ كتب وبيقول كلام كبير، هو ابن نفس البيئة تقريبا. يعني الفرق الوحيد اللي بينه وبين أحمد سبع الليل مش إنه واحد ابن ناس والتاني غلبان وفقير، لا، الفرق إن واحد اتعلم والتاني للأسف لا. وهنا الفيلم بقى بيقول لك حاجة خطيرة جدا: التعليم مش رفاهية، والمعرفة مش كلام مثقفين على القهاوي. المعرفة دي ممكن تنقذ روح الإنسان نفسه. لو أحمد سبع الليل كان عنده وعي حسين ما كانش بقى أداة، ولو حسين ما كانش عنده وعي كان ممكن يبقى أحمد سبع الليل تاني. وده بقى بيخلي الفيلم كله كأنه دفاع عن حق الإنسان في الفهم، مش بس حقه في الأكل والشغل، لا، حقه في إنه يعرف، يسأل، يشك ويرفض. إلهام شاهين بقى في الفيلم وجودها مهم جدا، هي بتمثل جانب الحياة اللي كان ممكن أحمد سبع الليل يبقى جزء منه: العلاقة الطبيعية، الحلم البسيط، الأنوثة، البيت والدفى. الفيلم مرتبط بشكل كبير بروح أحداث يناير سنة 1977، أو ما عرف بانتفاضة الخبز. الفترة دي كان فيها غضب اجتماعي كبير، ناس نازلة الشوارع بسبب الغلا والسياسات الاقتصادية والتعامل الأمني مع الاحتياجات. خلق بقى أسئلة ضخمة عن علاقة السلطة بالمواطن. وحيد حامد بقى استلهم جوهر الفيلم ده من لحظة شاف فيها بنفسه فكرة الجندي البسيط اللي ممكن يضرب ناس ممكن يكونوا من نفس قريته أو من نفس بيئته، وده بس لأنه اتقال له إن دول أعداء الوطن. والسؤال: هل أحمد سبع الليل ده بريء فعلا؟ أهو ده بقى أهم سؤال في الفيلم. الفيلم اسمه البريء، ولكن هل هو فعلا بريء؟ الإجابة مش سهلة. لو قلنا إنه بريء تماما يبقى احنا بنبرر التعذيب والطاعة العمياء، طب ولو قلنا إنه مجرم تماما يبقى احنا بننسى إن هو اتصنع واتغسل مخه واتحرم من المعرفة. والحقيقة إن عبقرية الفيلم دي حطتنا في منطقة رمادية. أحمد سبع الليل ضحية وجاني في نفس الوقت، ضحية فقر وجهل وتجنيد نفسي، وجاني لأنه في لحظة ما إيده شاركت في القهر. وده المعنى المؤلم. البراءة مش حالة ثابتة، البراءة ممكن تضيع مش بالشر ولكن بالطاعة. لما أحمد سبع الليل يقابل حسين وهدان في المعتقل، الفيلم بيوصل لأخطر لحظة، لأن العدو المتخيل فجأة بيبقى له وش، ومش بس وش، ده وش صاحبه، ابن بلده، الإنسان اللي كان بيحترمه وبيفهمه. وهنا بتنهار الرواية الرسمية، وهنا بيجي لحظة الندم. الندم مش بس على حسين، ولكن الندم على نفسه، على الإنسان اللي كانه قبل ما يدخل المعسكر. ولكن السؤال: هل التحول ده بقى وعي حقيقي ولا انتقام؟ وفي النهاية فيلم البريء مش فيلم عن عسكري ضرب معتقلين، ولا فيلم عن نهاية اتحذفت، ولا فيلم سياسي اتعمل في الثمانينات وخلاص. فيلم البريء هو فيلم عن سؤال مرعب: انت ممكن تعمل ايه لو حد اقنعك ان الظلم بقى واجب؟ ممكن تظلم، طب ممكن تضرب، طب ممكن تسكت، ممكن تقتل، وبعدين بقى لما تعرف الحقيقة هتعرف تعيش. يمكن علشان كده الفيلم ده لسه عايش لحد النهاردة، مش لأنه بيحاكم أحمد سبع الليل لوحده، هو بيحاكم كل واحد فينا في لحظة من اللحظات كان فيها عبد المأمور. كل واحد قال: وأنا مالي، أنا بنفذ الأوامر، هو أكيد يستاهل، هم قالوا عليه عدو. ولكن الفيلم بيرد عليك بهدوء وبيقول لك: فكر واسأل واعرف، لأن البراءة من غير وعي ممكن تتحول لجريمة. لو عجبتكم الحلقة يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وتشير الفيديو مع أصحابك، وكمان تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أنا أحمد عقل، ودي كانت حكايتنا النهاردة. وزي ما دايما بنقول، الحكايات كتير ولكن سقراط بس هو اللي عنده الحكاية الصح.